السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إبرا شانيل، فيديو جديد. القصة ديال ماري سيليست وعلى بركة الله. إذا سألت الناس عن أشهر سفينة عبر التاريخ وأكثرها غموضا سيقول لك أنها تيتانيك، وهذا صحيح، لكن هناك قصص لسفن أخرى لربما أكثر غموضا، ولعل أشهرهم هي الاختفاء المشبوه للسفينة البريطانية ماري سيليست. قصة السفينة ماري سيليست يكتنفها الكثير من الغموض، ونسجت حولها أساطير جعلتها أشهر لغز بحري عبر التاريخ. تم اكتشافها عام 1872 وهي تائهة في المحيط الأطلسي بدون أي أثر للطاقم الذي كان على متنها. على مدى سنين أثارت السفينة نظريات كثيرة حول مصير ركابها، وتركت سلسلة من الأسئلة المحيرة للعقل والمنطق وحتى العلم. لذلك في هذا الفيديو سأحكي لكم قصة سفينة الأشباح ماري سيليست. السفينة ماري سيليست هي سفينة شراعية صغيرة قوية ذات صاريتين تم بناؤها عام 1861 في جزيرة سبنسر نوفا سكوشا كندا. سميت في البداية أمازون. كانت السفينة مصممة لنقل البضائع والسفر لمسافات بعيدة. بيعت عدة مرات وخضعت لإصلاحات كثيرة، وعلى الرغم من ماضيها وحوادثها الكثيرة إلا أنها اعتبرت صالحة للإبحار بعد عمليات الإصلاح، واستمر استخدامها لنقل البضائع عبر المحيط الأطلسي لسنين. عام 1868 بيعت السفينة لأصحابها الأمريكيين، وأعيد تجهيزها بالكامل وتغيير الكثير من تفاصيلها بما فيها الاسم، حيث تم تسميتها بماري سيليست عام 7 نوفمبر 1872. وتحت هذا الاسم الجديد بدأت أول رحلاتها المشؤومة. كانت السفينة تحت قيادة القبطان بنيامين بريجز، الذي كان بحارا متمرسا وذو خبرة، ولم يكن ملاحا ماهرا فحسب، بل كان أيضا رجلا متدينا للغاية، وكان معروفا بحذره الشديد في البحر. كان برفقة زوجته سارة وابنته البالغة من العمر عامين صوفيا، وطاقم من 7 رجال. أبحرت سيليست من ميناء نيويورك متجهة إلى جنوة إيطاليا، وهي تحمل شحنة من 1701 برميل من الكحول الصناعي. كان من المتوقع أن تكون الرحلة خالية من المشاكل أو الصعوبات حسب التخطيط المسبق. كان الطقس صافيا، وكانت السفينة في حالة جيدة، وكان الطاقم مستعد وكلهم في صحة جيدة. لكن حدث شيء غريب لا يعلمه أحد إلى اليوم، فقد اختفت السفينة ماري سيليست بدون أي أثر. في 5 ديسمبر 1872 بعد أقل من شهر من إبحار ماري سيليست رصدتها سفينة أخرى، وهي السفينة الشراعية البريطانية ديجارتشيا بقيادة الكابتن ديفيد مورهاوس على بعد حوالي 400 ميل شرق جزر الأزور، وهي سلسلة من الجزر في منتصف المحيط الأطلسي. كانت ديجارتشيا تبحر هي الأخرى إلى جنوة بإيطاليا، وعلى نفس المسار الذي سلكته ماري سيليست. عندما لاحظ الكابتن وطاقمه السفينة أصابتهم الحيرة. كانت ماري سيليست تنجرف وتتحرك بشكل غير منتظم، كأنه لا أحد يتحكم فيها. تعرف عليها القبطان ديفيد مورهاوس على أنها ماري سيليست، وكان يعلم أنها غادرت مدينة نيويورك قبل أسابيع قليلة متجهة إلى جنوة بإيطاليا. بدت السفينة مهجورة بشكل مخيف. أحس الكابتن مورهاوس وهو صديق الكابتن بنيامين بوجود شيء غير طبيعي في هذه السفينة، فأمر الصعود للتحقيق. عندما صعد طاقم ديجارتشيا على متن ماري سيليست وجدوا السفينة في حالة بدائية مخيفة بشكل غريب، وكأنها قد سافرت عبر الزمن. لكن من جانب آخر كانت الأشرعة مثبتة جزئيا، وكان عنبر الشحن سليما إلى حد كبير، ولم يكن هناك أي علامة على صراع أو ضرر أو صدام. كانت السفينة صالحة للإبحار، بل ومجهزة بالكامل بالمؤونة. كان هناك ما يكفي من الطعام والماء على متنها لمدة 6 أشهر. ضف عليها المتعلقات الشخصية للطاقم والأشياء الثمينة مثل المال والمجوهرات وأدوات الملاحة والخرائط الخاصة بالكابتن بريجز لا تزال في مكانها على متن السفينة. والصادم أن حمولتها من الكحول الذي سافرت به في البداية كانت سليمة وغير ناقصة. المرعب في الموضوع أنه لم يكن هناك أي أثر للقبطان بنيامين بريجز أو زوجته أو ابنته أو أفراد الطاقم ال7 الذين كانوا على متنها، ولم تكن هناك أي علامة أو دليل على صراع أو شجار أو حتى جريمة قتل، ولا أي دليل على أي كارثة يمكن أن تفسر اختفائهم. كان الأمر كأنهم تبخروا في الهواء. لكن ما لاحظوه أن قارب النجاة كان مفقود. حينما قام المؤرخون بدراسة تاريخ السفينة يكتشفون أشياء غريبة، فقد تعرضت لعدة حوادث كتصادم بين السفن الأخرى أو نشوب عدة حرائق. الأمر دفع الناس إلى الاعتقاد بأن السفينة كانت ملعونة، وأثناء رحلتها الأولى مرض قائدها فجأة
توفي. وعلى مر السنين تعرضت السفينة لعدة حوادث بما في ذلك تصادم بين سفن أخرى سبب تلف أجزاء كثيرة منها. في إحدى المرات نشب حريق ضخم في السفينة لم يعرف سببه. بعد اكتشاف السفينة ماري سيليست المفقود تم قيادتها إلى جبل طارق الواقع تحت الحكم البريطاني. هنا بدأ تحقيق رسمي في اختفاء طاقمها المريب. تم تكليف السلطات البريطانية بالكشف عن الحقيقة وراء هذه القضية المحيرة. تم فحص كل جزء من السفينة بدقة، ولم يكن هناك ما يشير إلى وقوع حادث كارثي أو هجوم أو سرقة. الحمولة الأساسية للسفينة هي الكحول الصناعي ظلت سليمة، غير أن هذا التحقيق انتهى بالمزيد من الأسئلة أكثر من الإجابات. في البداية ولغرابة الموقف والحالة التي عثر فيها على السفينة المفقودة، تم الاشتباه في أن الكابتن مورهاوس وطاقمه الذين عثروا عليها قد ارتكبوا جريمة قتل. تقول فرضيتهم أن طاقم الإنقاذ كانوا على علم بقانون يجيز دفع جائزة مالية لكل من يكتشف سفينة مفقودة في البحر وينقذ طاقمها أو ينقذ هيكل السفينة. وعليها فقد دبر كابتن السفينة جارتشيا ديفيد مورهاوس وطاقمه قصة الاكتشاف للمطالبة بحقوق الإنقاذ للسفينة المهجورة ماري. لكن بعد التعمق والتكيف البحث لم يتم العثور على أي دليل يدعم هذه الادعاءات. وفي النهاية وتطبيقا للقانون منح طاقم دي جارتشيا الجائزة المالية الخاصة بالإنقاذ، لكن التحقيق لم يجب على أي سؤال بل ترك اللغز المركزي دون حل. ما الذي تسبب في تخلي طاقم ماري سيليست عن سفينتهم؟ وأين هي بقايا جثثهم؟ وما الذي حدث لهم؟ منذ اللحظة التي عثر فيها على ماري سيليست وهي مهجورة من أي حياة انتشرت التكهنات والفرضيات بين الناس مثلما تنشر الشائعات وتتحول لترند على السوشيال ميديا. أصبحت ماري سيليست حديث الناس في المطاعم والحانات وفي صالونات الحلاقة، هذا بالنسبة لعامة الناس. أما النخبة فقد حير لغز ما حدث للسفينة وطاقمها الباحثين والمؤرخين والمحققين لأكثر من 100 سنة. تم اقتراح عدد لا يحصى من الفرضيات، بعضها منطقي وبعضها خيالي. كانت فرضية وقوع ماري سيليست ضحية للقرصنة أو التمرد واحدة من أقدم النظريات التي طرحت في ذلك الوقت. كانت القرصنة منتشرة بشكل كبير في المحيط الأطلسي، وكان هناك سبب منطقي لقرصنتها حيث أن السفينة تحمل شحنة ثمينة من الكحول الصناعي، ضف عليها الممتلكات الثمينة لأفراد الطاقم مثل المال والمجوهرات. لكن ما يجعل هذه الفرضية ضعيفة هو انعدام أي دليل لوجود آثار عنف أو شجار على السفينة. لم يتم العثور على نقطة دم واحدة على السفينة، ضف عليها أن الحمولة من الكحول كانت لا تزال موجودة، حتى المجوهرات والأموال بقيت في السفينة، وهذا أمر غير منطقي في هجوم القراصنة. بسبب الظروف الغريبة التي عثرت فيها السفينة ماري سيليست فعادي جدا أن تجد فرضيات خرافية وماورائية تفسر اختفاء طاقمها. في أواخر القرن التاسع عشر كانت قصص وحوش البحر لا تزال شائعة ويتم تداولها بكثرة، خصوصا من قبل البحارة الذين سربوا تلك القصص لعامة الناس. اقترح البعض أن طاقم ماري سيليست تعرض لهجوم من قبل مخلوق عملاق في الأعماق. هذه الفرضية أقرب للخيال منها إلى الواقع، حيث لا يوجد دليل واحد على هجوم وحش فلا أثر لأي أضرار بالسفينة. بعد فشل هذه الفرضية تم طرح فرضية أخرى وهي مثلث برمودا. فعلى الرغم من أن ماري سيليست أساسا لم تكن تبحر في مثلث برمودا، فقد تم مقارنة ما وقع للسفينة ماري سيليست باختفاءات غامضة أخرى في المنطقة، حيث يزعم بعض أصحاب نظريات المؤامرة أن السفينة ربما مرت عبر بوابة زمنية أو دخلت لمنطقة تعمل فيها قوى خارقة للطبيعة. ولكن كيف اختفى الركاب وبقية السفينة؟ من المفروض أن ندخل في البوابة مع بعض. تم اقتراح أيضا أن السفينة قد تكون تعرضت لاختطاف من قبل كائنات فضائية وتم أخذهم إلى السحيق تاركين وراءهم السفينة مهجورة لتبقى لغزا أبدي. طبعا هذه الفرضية ممتعة وقد يقبلها أصحاب الأرض المسطحة، ربما واجهوا حدثا بيئيا مفاجئا أجبرهم على التخلي عن السفينة بكل ما فيها والهروب في قارب النجاة الذين وجدوه مفقودا بعد العثور عليها. وفي الغالب يتم الاستشهاد بالكوارث الطبيعية في محاولة تفسير الألغاز البحرية. ومن هذه الكوارث الطبيعية التورنادو المائي. التورنادو المائي هو إعصار يتكون فوق الماء، ومن المحتمل أن تكون ماري سيليست قد واجهته في عرض البحر، الأمر الذي سبب خوف الطاقم وهروبهم في قارب النجاة. وبهذه الفرضية يتم تفسير الحبال والأشرعة التي عثر عليها الطاقم في حالة سيئة. لكن هناك ثغرة في هذه الفرضية، فقد تم العثور على سفينة ماري سيليست سليمة دون أي ضرر هيكلي كبير. أبخرة الكحول وخطر الانفجار.
تقول إحدى الفرضيات، وهي من بين أكثر الفرضيات قبولا، أن طاقم السفينة ربما خافوا من حدوث انفجار بسبب تسرب أبخرة براميل الكحول المخزنة في السفينة، حيث أن الكحول المتحول قابل للاشتعال بدرجة كبيرة، وإذا كان هناك تسرب فمن المحتمل أن تتراكم الأبخرة في المخزن، وبالتالي نشوب حريق أو انفجار يحول السفينة لأشلاء. وقابليته للاشتعال السريع سهلة بسبب شرارة من موقد الطهي أو الفوانيس أو حتى ولاعة. تقول الفرضية أنه بعدما شم الكابتن بريجرز أصيبوا بالذعر وتركوا السفينة في قارب نجاة خوفا من انفجارها. هناك أدلة تدعم هذه الفرضية من قبيل حقيقة أن طاقم الإنقاذ عثر على فتحات السفينة مارسيليس وهي مفتوحة، مما يشير إلى أن الطاقم حاول تهوية السفينة لتجنب الانفجار. قف عليها قارب النجاة المفقود الذي يدل على أن الطاقم هجر السفينة بالفعل. هناك ثغرة جعلت هذه النظرية تحمل أسئلة دون إجابات، من قبيل إذا كان الطاقم قد أخلى السفينة مؤقتا حتى تنتهي الأبخرة، فلماذا لم يعودوا إلى السفينة بعد تأكدهم أن السفينة لن تنفجر؟ ولماذا لم يتم العثور على جثث أو حطام من قارب النجاة منذ قرن من الزمن؟ بجانب التايتانيك ما زال لغز مارسيليس الذي لم يتم حله إلى اليوم واحد من الأكثر الألغاز المحيرة في تاريخ الملاحة البحرية، وإلى حدود الساعة لم تخرج أي فرضية قادرة على تفسير ما حدث لطاقمها بتسلسل منطقي للأحداث. ولكن هذا هو أجمل شيء في هذا النوع من الحوادث، فكلما بقيت لغز بدون جواب كلما بقيت تلك الهيبة والغموض. Thank you for watching.